السلام عليكم إخوة الكرام، أخوات الكريمات، كيف حالكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم إن شاء الله نمشيو نجيبو شوية العسل، نوريكم بعض المناظر في هذه المنطقة هذه اللي فيها العسل. هذه المنطقة الإخوان تعتبر منطقة سياحية جميلة في شمال إسبانيا، تقع في إقليم لاريوخا. يعني هذه المنطقة كتشتهر بطبيعتها الخلابة وبمزارع، هما معروفين بالمزارع، عندهم كروم التي تنتج النبيذ الشهير بالإقليم. هي من أحد الأنواع اللي موجودة عندهم بزاف. هاد الأشجار هادو بحال الأشجار بحال كنقولو حنا العنب الأسود والعنب الأبيض، كينتجو منها النبيذ اللي هو البينو، يعني الكحول. حنا ما عندناش مع داك الشيء. أنا نقول لكم أنا الحوايج اللي كتواجد في هذه المنطقة بزاف، ومنها الأشجار، عدة أشجار يعني كتواجد يعني بحال البلوط، الصنوبر، الزيتون، الفواكه يعني التفاح، بزاف ديال الأشجار كما كتعرفوا كتواجد في هذه المناطق. ومنها إكليل الجبل اللي هو كياكل منها النحل باش كيدير لنا العسل. نتوما تشوفوا هاد الجبال هادو اللي كتشوفوا قدام كلشي عامر يعني بالإكليل الجبل اللي هو أزير. كاع هاد الجبال هادو كلشي عامرين بأزير الإخوان، تما كياكل النحل وكيخرج لنا العسل اللي هو طبيعي 100%. لواحد المنطقة سياحية واعرة، يعني عندهم يعني العسل ماشي عنده أنواع مختلفة من هذا العسل، كما يعتمد ذلك على مصادر الرحيق المتاحة في المنطقة. على سبيل المثال يعني قد يتم إنتاج العسل الزهور البرية وعسل الزهور الزراعية، مثل عسل الزيتون، عسل البرسيم، يعني بزاف ديال الأنواع. يعني هذه المنطقة تعتبر عسل فيها. هناك أيضا عسل من مصادر خاصة بمنطقة معينة. هناك عسل زهور إكليل الجبل كما قلت لكم دابا، حيث أنا معروفة بهذا النوع ديال العسل اللي هو الأزير. حيث الأزير كيعتبر يعني من واحد النبات اللي هو شائع في المنطقة الجبلية. عندهم أنا الجبلية المتوسطة، المناطق الجبلية المتوسطة، هذا العسل يعتبر ذو قيمة غذائية وطبية مرتفعة عندهم في هذه المنطقة. شي علاش هذا العسل شي حاجة واعرة، عنده واحد القيمة رفيعة، قيمة واعرة، وكتشتهر. يعني هنا كيجيو السياح هنا بزاف كيزوروا هذه المنطقة. هذه منطقة زوينة ترانكيلة، يعني فيها كتسمع غير الأصوات ديال العصافير، ما فيهاش داك الصداع، ما فيهاش داك التلوث، ما فيهاش، حيت فيها الأشجار، فيها الماء، فيها الجبال. يعني البلاصة كتلقى فيها الجبال وتلقى فيها الأشجار والماء، كتكون منطقة طبيعية 100%. واخا كما كتشوفوا يعني الطريق، ولكن الطريق يعني فيها الحديد قليل ماشي بزاف، ما فيهاش كاميونات، ما فيهاش داك التلوث البيئة. الأشجار هما والماء هما اللي كيديروا هاد الطبيعة، كيخليوها زوينة كما كتلاحظوا. الجبال. يلا الإخوان راني قريب دابا نوصل، غادي نوريكم العسل إن شاء الله. بقاو معنا اللي بغا شي حاجة إن شاء الله، غادي نوريكم العسل كي داير وندوقو قدامكم باش تشوفوا العسل ديال أزير. غادي ندوق ديال أزير، معليش ندوق الكحل، ندوق ديال أزير اللي هو موجود الآن. يعني موجود حتى الكحل، ولكن غادي ندوق قدامكم ديال أزير، وإن شاء الله ينال إعجابكم كاملين. يلا بقاو معنا. عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم. عندنا العسل كما تشوفوا، هذا العسل ديال الروميرو. غادي ندوقو واحد شويه نشوفو. كما تشوفوا الاخوان واعر شي حاجه. ها هي الاخوان، بسم الله. هذا الروميرو، وعندنا هذا ديال البريصه، عسل الكحل، شي حاجه واعره. كاليضات شي حاجه. يبغى شي حاجه الاخوان كما تشوفوا، كاين يبغى شي حاجه مرحبا، كاين ميغا، كاين الرخا. يلا الاخوان خليكم التليفون اللي يبغى شي حاجه مرحبا. السلام عليكم.